ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يتابعني انا داليا بقدم لكم محتوى طبخ. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. الناس اللي بتتابعني بقى على الفيس متنسوش تسيبولي كومنت ولايك يرفع لي الفيديو وشجعوني. هنعمل مع بعض بلفه جلاش واحده صينيتين الجلاش الحلوين دول. يلا بقى مع بعض هنعمل الشربات. شربات الجلاش تقيل، حط كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه. انا هنا الكاميرا ما صورتش معايا غير كوبايه، بس انا حطيت كوبايه ونص. المية هتغلي والسكر هيدوب. هنزل بقى بعصير نص ليمونة، رشة فانيليا، 10 دقايق بالظبط، وهطفي عليها النار. هنا بقى انا حطيت معلقة عسل نحل. الناس اللي عندها عسل نحل هتحط معلقة، اللي عندها عسل جلوكوز هتحط معلقة، ما عندكوش ممكن تستغنوا عنه جدا، عادي جدا. زي ما اتفقنا الشربات لازم يبقى تقيل. هنا خلاص مسك معايا. هرفعه من على النار. هعمل كاستر معاكم. كوباية لبن كبيرة. هنا كوباية اللبن بتاعتي كبيرة، انتوا ممكن تستخدموا كوبايتين. و3 معالق سكر، سكر حسب الرغبة، و3 معالق كاستر. هقلب حلو قوي عشان ما يكلكعش معايا. هفضل اقلب، ايدي هتفضل فيه لحد ما اوصل للقوام المطلوب. رشة فانيليا بقى حلوة كده. ما تشيلوش ايديكم منه، خليكوا قلبوا. بس خلاص هو ربط معايا. هنا هرفعه من على النار وهفضل برضو اقلب فيه عشان ما يكلكعش. هنا معايا الصينية بتاعتي اهي. لفة الجلاش دي يا جماعة اللي هي عند الأفران بتاعت السوبر ماركت، بتبقى صغيرة طبعا، مش هتعمل معايا صينيتين. هنا معايا سمنة على نباتي على سمنة بلدي، خلطهم على بعض. هدهن بيهم الطبقات بتاعتي. هدهن تحت الأول قبل ما احط اي حاجة الصينية عشان مش تلزق. وبعد كده هحط الطبقة الأولى بتاعتي وادهن. بين كل طبقة وطبقة هدهن زي ما انتوا شايفين كده. دي سمنة انا مسيحاها يا جماعة. الاسود ده المرتة كانت باقية مع السمنة ووقعت في السمنة. بصراحة انا بحب اكلها مع السمنة فسبتها. فلما جيت اسيح شوية مع السمنة النباتي ظهرت في السمنة، عشان ما حدش يعلق يقول لي ايه الاسود ده. هنا حطيت 4 طبقات وبعدين الكاستر طبعا انا ما حطيتش كله، انا حطيت طبقة بسيطة كده حلوة بحيث ان هي تبقى مظبوطة في الحشوة بتاعتي. هفردها حلو وابدأ احط الطبقات التانية فوق. حطيت 4 تحت و4 فوق. طبعا انا لما تنيت الورقة اصلا ادتني طبقتين على بعض. الجلاش كان طالع خطير ومورق. كان طعمه بالكاستر خطير خطير خطير، احلى من بتاع المحلات بمراحل. طبعا انتوا عاملينه في البيت، مستخدمين سمنة نظيفة، مستخدمين مكونات حلوة، هيطلع معاكم حلو جدا جدا. طول ما انتوا بتستخدموا مكونات حلوة هتطلع معاكم الحاجة احلى من بره. هنا هقطع بقى ايه، مكعبات. مكعبات كبيرة شوية مربعة، عشان انا هنا اقطعه مثلثات، فالمربع معايا هقطعه 2 يديني مثلث. هنا يا رب يكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم. طبعا الوش ده هنسمنا هنحطه بقى يلا على الفرن. هنبدأ نعمل الرول انتوا ممكن تعملوا طبقة واحدة. على فكرة انا هنا عملت طبقتين بس، عادي جدا اوقات كتير بعمل طبقة واحدة بالذات في الجلاش ده. المكسرات بتاعتي بقى زبيب وجوز هند وسوداني. زبيب وجوز هند وسوداني، ومعاهم معلقتين سكر، وضربتهم في الكبة لحد ما وصلت للقوام ناعم كده. عشان ايه؟ عشان يبقى حلو معايا في الجلاش. هنعمل مع بعض كمان واحدة يلا. انا دهنت طبقة واحدة ما دهنتش الاتنين، وزي ما اتفقنا ممكن تعملوا طبقة واحدة اصلا.
اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. صلوا على النبي يا جماعة، واللي يعمل الوصفة دي ياريت يسيب لي كومنت تحت كده ويقول لي رأيه فيها ايه. هنا الصينية اللي انا كنت بعمل فيها طلعت كبيرة، فنقلتهم صينية صغيرة على قدهم. ما تنسوش تدهنوا الصينية من تحت عشان ما يلزقش. هقطعه كده زي ما انتم شايفين صوابع. هدهن وشه بقى بالسمنة وادخله الفرن. طبعا انتوا بتدخلوه الفرن تفضلوا مراقبينه. انا بدخله على رف اوسط واسيبه لحد بس ما يديني لون، افتح الشواية ياخد لون من فوق كمان، بيطلع لونه حلو ذهبي كده. الصينية دي كانت خطيرة حقيقي كانت رهيبة. جربوه بقى وما تنسوش تسيبولي رأيكم. يلا باي.